يلعبها له انما يشيل تاني بشكل كويس المره دي عمرو بسيوني. وهنشوف الحكم مدي ايه، ركله جزاء، مدي ركله جزاء معروف. هنشوف اللعبه للمره الثانيه، وادي عبد الله جلال وركله جزاء لنادي الزمالك مع الدقيقه 54. بيتكلم حسام خليل انما خلاص القرار نفذ وادى الحكم قراره. اللعبه اهي ولمسه اليد هنشوفها، وركله جزاء ايمن حفني هو اللي رايح واخد الكوره. ايمن حفني، ادي عرضيه توفيق، وادي عبد الله جلال، وادي الكوره، وادي الايدين، وادي ركله الجزاء. ايمن حفني مع الدقيقه العاشره اللي دخلنا فيها دلوقتي من الشوط الثاني والدقيقه 55. فرصه لنادي الزمالك يطمن على النتيجه خلاص ويلعب براحته الوقت اللي جاي. حفني مع خطاب صاحب الثلاث اجوان في الدوري وهدف اخير امام سانجا الكونغولي في الكونفدريشن كاب. ايمن حفني هنشوف ركله الجزاء، مسجل 3 اجوان مهمين في لقاءات كبيره قدام المقاولين. لقاء 1-0 اللي خدوا بيه ال3 نقاط، وقدام الاهلي 1-1، وقدام سموحه. دول ال3 اجوان اللي جابهم حفني. وهنشوف النهارده ركله الجزاء مع خطاب، حفني وخطاب، انما خطاب لسه موجوده ويكمل فيها حفني. جول جول جول، جون على مرتين لايمن حفني. انما برافو المحاوله الخطاب، وايمن حفني الراجل يعني مش عاوز يجيب من ركله الجزاء ولا ايه، تترد له وعامل الفولو وهو اللي يكمل فيها. بص شوف ايمن حفني ورايح اهوت على الكوره ويعمل عليها المتابعه. وفي ركله الجزاء طبعا ردت من حارس المرمى. واحد هيقول لك الراجل كده يبقى متسلل ولا ايه؟ لا، ده ركله الجزاء كأن حارس المرمى هو اللي مغطي وهو اخر لاعب، وايمن حفني بيسجل هدف التقدم الثاني لنادي الزمالك مع 10 دقائق من بدايه الشوط الثاني بعد ما طلع اول مره خطاب، انما المتابعه والفولو من حفني. يبقى نادي الزمالك 2 دمنهور لا شيء.